بيطلع لايفات وعمل منها ملايين، وحكاية خطوبته لمنى فاروق قلبت الدنيا، واللي عمله بعد أزمة أمه محدش يتوقعه. وأنتيم التيك توكر وشايف التيك توك هيوصله لحلمه، وعربيته عامله له أزمة على التيك توك، وماشي بشعار لن أعيش في جلباب أبي، وفنان ومطرب معروف وأمه عرضت دخوله التمثيل لسبب غريب. الكلام هنا عن عمر فوزي ابن الفنانة وفاء عامر. يا ترى إيه أسرار حياته؟ إزاي شكك الناس إن أيتن تبقى أخته مش خالته؟ إيه حكاية اللايفات اللي كان بيطلعها على تيك توك؟ تعالوا يلا أقول لكم أسراره كلها في الفيديو ده، بس خليكم متابعين معايا للآخر. اللي عمله عمر فوزي ابن الفنانة وفاء عامر بعد اتهامها بالتجارة في الأعضاء صدم الكل، ومحدش كان يتوقع إنه يعمل كده بعد الأزمة الكبيرة اللي أمه بتمر بيها. طيب عمل إيه؟ هقول لكم، اصبروا شوية. عمر كل اللي عمله يا جماعة إنه شير فيديوهات لناس بتتكلم عن براءة أمه، وإنها ست بتعمل خير كتير، لا يمكن خالص تعمل حاجة زي دي، وملهاش علاقة خالص برحيل شيكا. المفاجأة الأكبر بقى إن عمر بطل يطلع لايفات من بعد الأزمة، وما بقاش يعمل حاجة غير إنه ينزل فيديوهات ليه من الساحل الشمالي وبس، وده بعد ما كان بيعشق التيك توك وشايف إن هو اللي هيوصله لحلمه اللي بيتمناه. وبالمناسبة عمر دخل التيك توك أيام الكورونا عن طريق جدته أم وفاء، ما هي برضه بلوجر معروفة على التيك توك وليها متابعين بالملايين. عمر كان بيطلع لايفات كتير قوي مع نجوم التيك توك، وبيطلب من الناس تكبس له رغم إنه يبقى ابن وفاء عامر وأبوه يبقى المنتج محمد فوزي، بس البحر بيحب الزيادة، وطبعا عمل ملايين من اللايفات دي. ابن وفاء عامر يبقى انتيم التيك توكر مداهم، وكانوا رايحين جايين مع بعض، ولما افتتح مداهم الكافيه كان أول واحد رايح يبارك له هو عمر. وما أقولكوش على عربية عمر فوزي ملايين الدولارات، وعاملة أزمة بين الناس على تيك توك بسبب فخامتها وسعرها، بس برضه دي حاجة عادية بالنسبة له، ده أبوه منتج يعني ما ينفعش يركب غير أحدث وأغلى الموديلات. عمر فوزي ماشي في الحياة رافع شعار لن أعيش في جلباب أبي، وعلشان كده قرر ما يدخلش مجال الإنتاج زي أبوه، ودخل التمثيل وخد ورش، وكمان اتعلم الغنى ونزل أغاني راب كتير، بس للأسف ما حققش نجاح ومش كتير عرفوها. خليني أقول لكم إن وفاء عامر عارضت ابنها في الأول، خاصة لما شارك معاها في مسلسل بيت الشدة. قالت له لا أنت ما تستاهلش خالص الفرصة دي، في ناس أشطر منك وبقالهم سنين بيسعوا، وفي الآخر برضه شارك في المسلسل. ابن وفاء عامر شكك الناس كلها إن أيتن تبقى أخته مش خالته، وده بسبب الفيديوهات اللي بيطلع يصورها معاها، والعلاقة اللي باينة ما بينهم إنهم إخوات، مش مجرد علاقة خالة بابن أختها. وكل الناس بتكتب له على الفيديوهات بتاعته معاها وبيقولوا دي أختك، بس هو ما بيردش عليهم خالص. أما بقى عن خطوبته من الفنانة منى فاروق، فالخبر ده انتشر بعد ما نشرت صور ليها معاه، ووقتها الدنيا اتقلبت عليهم لأن كان عليها العين والكل متابعها، وقالوا ده خطيب منى فاروق الجديد، بس هي طلعت ووضحت وقالت ده ابن الفنانة وفاء عامر، ولمحت من بعيد إن مفيش حاجة ما بينهم خالص. تفتكروا ابن وفاء عامر هيفضل معتزل لايفات التيك توك ولا هيرجع لها تاني؟